في يوم ما عادي صحيت من النوم ورحت عملت ايس كوفي، وانا راجع كده اوضتي اكتشفت كنز، حاجه ما كنتش اتخيل الدرجه دي انها ممكن تغير حياتي وتخليني اعمل كل الحاجات دي بنفسي. وكل مره بنزل من البيت اكون فخور بنفسي وواثق فيها وحاسس اني مفيش مني اتنين. سوري على النرجسيه وسعت مني دي. المهم كنا بنقول ايه؟ ولان دي حاجه نفسي ناس كتير قوي تتعلمها زيي، اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها بين قوسين في الاجازه، التفصيل والخياطه. الفيديو الاكثر طلبا. ليه الاكثر طلبا؟ علشان انت ممكن تكون عندي على الانستجرام وشفت كل حفله بعملها على كل فستان بفصله، او ممكن تكون على بيج الفيسبوك اللي بالمناسبه داخلين على 200 كيلو، فلو مش عاملين فولو هناك هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. اوكي، او حتى على تيك توك وشفت فيديوهات هي الزنقه جديد علينا ولا هنشتريها، او ممكن تكون هنا على يوتيوب وحضرت فيديو اني عملت فستان خطوبتي وكمان فستان رمضان اللي بالمناسبه طلع ضيق سيك. تختلف الطرق بس السؤال واحد، ازاي بفصل كل لبسي لنفسي؟ طيب كالعادة هنقسم الخطة علشان ما نتوهش من بعض. رقم واحد، نوع ماكينة الخياطة. الحقيقة هي ماكينة ستي وستك المكهنة القديمة اللي موجودة عند أغلبكم، واللي غالبا هتكون بايظة، وهي بالفعل كانت أصلا بايظة عندنا، وسألنا كذا ترزي بيصلحوا الماكينات بتاعتهم فين أو بيعملوا لها صيانة فين، لحد ما توصلنا لعمه كده حرفيا المحل بتاعه قد كده. المهم وديناها عنده وغير فيها شويه حاجات كتير كده، الصراحه ما افتكرش منهم اي حاجه، فمش هقدر افيدكم بالظبط كانت ايه العيوب وعلاجها ازاي، والحمد لله بعدها بقت بتشتغل كويس جدا وما فيهاش اي حاجه. فلو كنتوا زيي والماكينه بتاعتكم بايظه فامشوا بالظبط على نفس البروسيس لحد ما تلاقوا حد كويس يعالج اي مشاكل موجوده في الماكينه. وملحوظه مهمه ان دي مش بتعمل سرفله او اوفر، هي بس بتخيط، فيا اما تحتاجوا تجيبوا ماكينه تانية تعمل لكم الاوفر او السرفله، يا اما بعد ما تخلصوا الفستان او الديزاين اللي عملتوه تودوه لاقرب ترزي ليكوا تقولوا له بس عايزين اعمل اوفر، هياخد حرفيا فلوس عبيطه. طب لو ما عندكش اصلا ماكينه، هنروح لخطه رقم 2، تعملوا سيرش عن ماكينه تكون كويسه. وللاسف انا معرفش انواع عشان محدش يسالني، بس تقريبا اكتر حاجه سمعت ناس بتتكلم عنها كان نوع اسمه سينجر، فممكن تدوروا كده وتشوفوا ريفيوز محترمه وتشوفوا هتوصلوا لايه. بس اللي اقدر اكده لكم والنصيحه اللي انا الصراحه هعملها انا شخصيا في المستقبل اني هجيب ماكينه جديده بس تكون بتعمل خياطه وسرفله الاثنين مع بعض. هتكون غاليه شويه، 2 3 4 5 واحتمال تبيع كليتك في النص، بس الصراحه هتستحق. رقم 2، المقاسات. بديهي عشان تعمل هدوم ليك محتاج تكون عارف مقاسك. في بقى طريقتين، السهل والاحترافي. السهل انا بحب استخدمه لنفسي وهو اللي بطبقه في اغلب الفيديوهات اللي انتوا شفتوها، اني لما بجيب قماش جديد عشان اعمل فستان بختار فستان قديم من عندي بيكون الديزاين بتاعه قريب او يمكن نفس الديزاين اللي انا عايز افصله. فكل اللي بعمله حرفيا اني باخد الفستان القديم واحطه على القماش وابدا اطلع منه نفس المقاسات بالظبط، ازيد بس 2 او 3 سم علشان الخياطه والاوفر وكل الكلام ده، وبعدها بيكون القماش جاهز للقص. الطريق التاني الاحترافي، وده هتستخدمه في حاله لو فكرت تفصل هدوم لحد تاني، او لو فكرت تخلي الموضوع يقلب معاك كبزنس. وهنا بقى هنقيس المقاسات، مفيش بعد كده بديهيات. القافيه يا جماعه، القافيه. برافو برافو، فخور معرفش بايه، حصل خير. هنحتاج المازوره، وهنتجاهل ان سيمبا وبيسو واكلينها. ولو حد عايز يسال بتتجاب منين، فهي بتتجاب من اي محل خيوط بس يكون كبير شويه. ولو غلبتوا جدا وخلاص مش لاقيينها، انزلوا الازهر في المناطق اللي بتبيع الخيوط والقماش هتلاقوا كل حاجه هناك. ودلوقتي مع اهم المقاسات اللي بتبني عليها اغلب تفصيل الهدوم. عرض الكتف، دوران الصدر، وطول الصدر، عرض الخصر، وطول الخصر، دوران الإبط، طول الدراع، وطول الشخص كله. ولو عملت شويه سيرش هتلاقوا ان في مقاسات تانية ما اتكلمتش عنها لانها كلها خاصه بتفصيل البناطيل اللي انا غالبا مش بستخدمها، فما اتكلمتش عنها، بس لاني بحاول اتكلم عن كل حاجه تخص التفصيل فدي اغلب المقاسات وازاي بنقيسها. رقم 3، ازاي نتني القماش ونجهزه للقص.
وفي الفقره دي هنستعين بالورق. بالورق. في حاله انك اخترت الطريق السهل فكل اللي عليك ببساطه انك هتعمل زي الفستان القديم بالظبط. دلوقتي هجيب فستان قديم كان عندي وهقلبه على ظهره، فكده انا معايا طبقتين، وبعد كده هتنيهم على بعض فكده بقوا 4 طبقات. ولتبسيط الموضوع هنستعين بالورقه، هنتنيها مرتين وبعد كده كمان 2، فبقى عندنا 4 طبقات. ودي الطريقه اللي بتني بيها القماش. او هتنيها مرتين وهجيب ورقه تانية متنيه مرتين واحطهم على بعض، فكده دول طريقتين ممكن نتني بيهم القماش. طبقوا بقى الكلام ده على حجم القماش كله. ودي الطريقه اللي بجهز بيها قماش منطقه الصدر ومنطقه الدراعات. الجيبه بقى يا اما هنعمل زيهم بالظبط بنفس طريقه تانية القماش، يا اما الحاجه اللي انا مفضلها وهي اسمها القصه الكلوش، عشان بحبها تديني وسع كتير كده من تحت وابقى عايم في الفستان. وباختصار شديد عشان ما تعبكوش في نظريات فيثاغورس وازاي بنتني القماش وبنعمل باترون، احنا هنعمل بالظبط قرطاس طعميه. غريب التشبيه بس هتصدقوني قرطاس طعميه. في الاول زي ما عملنا بالظبط هنتني القماش مرتين، بس المره دي مش هنتنيه مرتين تاني، هنجيب الطرف المفتوح على التاني. ودي بالظبط الطريقه اللي عملت بيها الفستانين بتوع هي الزنقه جديده علينا ولا هنشتريها. اما بقى في حاله لو اخترت الطريق الصعب وقررت تاخد المقاسات، ساعتها تضطر ترسم باترون. والحقيقه الموضوع فيه ميزه وعيب. اول حاجه ان بيكون معاك مقاسات ثابته، مثلا قست مقاس لحد وكتبت المقاسات بتاعته وعملت ليه باترون، فالباترون ده هيفضل معاك مش هيترمي ولا هيضيع، ولا كل مره هنيجي نعمل نفس المقاسات هنضطر نبدا البروسيس من الاول خالص. فمثلا لو حد هنا قرر ان هو يبدا براند فهيحتاج ان هو يسيرش على مقاسات السمول والميديوم لارج والاكس لارج ويعمل بيهم باترون ويبدا يطبق عليه كل الديزاينات اللي عنده. ولان الصراحه موضوع الباترون يطول شرحه جدا فمش هنقدر نخليه جزء من الفيديو ده، فعندنا 2 اوبشن، يا اما تروحوا تعملوا سيرش على اليوتيوب بالباترون اللي انتوا عايزينه، هتلاقوا فيديوهات عظيمه جدا لناس كتير. او لو حسيت ان الموضوع في ناس كتير جدا طالبينه ممكن ابقى اعمل جزء تاني منفصل للباترون. وبمناسبه الباترون في ويب سايت هايل جدا لسه مكتشفه من فتره قريبه، ممكن تصمم الديزاين اللي تحبه من ديزاينز كتير موجوده عندهم، وبعد ما بتخلص خالص بيديك الباترون اللي تعمل زيه. اختراع. اما عن جزء القص بالنسبه لي فهو السهل الصعب. السهل لانه مش محتاج مجهود خالص مقارنه بكل اللي فات، هو بس محتاج مقص نضيف ويكون مسنون مش اكتر. الصعب لانه محتاج جراءه. ما انساش احساسي اول مره وانا بقص قماش وماما قاعده جنبي وكنت في قمه توتري اللي في الدنيا. فانا بوضح لك من دلوقتي، اول مره هتقص قماش هتبقى خايف او حتى هتبقى مش عارف، بس كل حاجه في الدنيا ريسك، ومن موقعي هذا بقول لكم الريسك يستحق وبشدة. ورقم 4 واخر مرحلة هي الخياطة. بتبدأ حرفيا تشوف كل حاجة وهي بتتجمع قصادك. احساس قريب قوي من حاجة كلنا حسيناها في فترة الطفولة، وهي البيت اللي بتبنيه من المكعبات. ومع كل خطوة وحاجة بتخلص وبتقيسها تشوف تمام ولا لأ، بيتبني احساس جواك بالثقة اللي هو ولد حمادة احنا ننجح بجد ولا ايه؟ وفي النهاية تفصيل الخياطة حاجة تستاهل جدا انك تجربها وتشوف هتروح بيك على فين. ومين عارف ممكن بعد ما كنت بادئ الموضوع مجرد انها هواية وبتعمل حاجات لنفسك تلاقي الموضوع قلب ان هو بقى بيزنس تعتمد عليه بشكل كلي. والحقيقه الموضوع مش صعب، فنبطل حاجه فارغه. بعتذر عن التاخير في الفيديو ده، كان المفروض ينزل من بدري شويتين 3. المهم قولوا لي في الكومنتس عايزين الفيديو الجاي من حاجات عايزين نتكلم عنها في الاجازه يكون عن ايه، وهل اصلا الفيديو ده كان مفيد ولا لا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وزر الجرس. والخبر الحلو ان احنا خلاص داخلين على 100,000 على يوتيوب، فنشد حيلنا شويه لان الصراحه عايزه الدرع. وبس كده، سلام. تن تارارارا را 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 تن تارارارا را 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 تن